هي القناعه بتتشكل بطريقه ايجابيه غالبا بسبب انك بتقرا كتير، انك بتقابل ناس كتير، بتقابل خبرات كتير، وبالتالي انت بتقدر تاخد القرار السليم، لانك لما تعبت مع الناس دي كلها او مع ال في القراءات دي كلها، او تعبت انك توصل للعلاقه دي او توصل للقناعه دي، انت ما تعبتش من فاضي. الالم ده كله وصلك انك تاخد حاجه كويسه جدا. زي الالم كل ما بتبري فيه انت بتتعب وانت بتبري فيه، بس في الالم في الاخر بيبقى شرب، بيكتب بحرفيه. قناعاتك الايجابيه اللي بتوصل لها ما بتوصلهاش من فراغ، انت بتوصل لها نتيجه الم. بس قناعاتك السلبيه واللي انت بتريح نفسك بيها او ماشي عليها وشايفها حاجه كويسه هتاثر على قراراتك قدام. وخصوصا ان انت لما تيجي تاخد قرار في حياتك، احيانا كتير القرار ده ما بيبقاش حد بياخده غيرك انت.